أهلا يا أصدقائي، أنا تيفون. يا جماعة أبعث لكم جميعا تحية كبيرة مليانة احترام ومحبة في يوم جديد. يا ديدا بلاش دلع يا ابني. بص كده، جمعت حواليا الأسود والنمور تاني. في الجنينة دي فيه 3 مش قادرين يتقسموني بينهم، يمكن كمان يكونوا 4. فيه 4 أولاد: دادا، روكي، آسيا، ناتاشا. دول دايما عايزين نحبهم بس، ومش هحب أي كلب تاني، صح يا فرو فراسية، فرو فروكي. استنى شوية يا دادا. بص ازعل منك، ما تقولش حاجه نروكي. سمعت؟ انا بحبكم كلكم، خليكوا عاقلين، وكمان كارو بتاعي. دادا. انت عصبي قوي، بص انت عصبي قوي. بقول لك لا اقعد كويس. بص هتاكل علقه من روكي دلوقتي. دادا اتعصب ازاي؟ دادا الشقي. يا ابني مالك في ايه؟ انت اتحمست قوي كده ليه؟ خليك عاقل. ماشي. النهارده يا اخي هنعمل ايه؟ دلوقتي زينة بنتنا اللي لسه جايبينها زي ما انتوا عارفين كأني كورسو، بنت جميلة جدا وجات فترة التزاوج عندها. النهارده هجربها مع كارلوس. دادا بيحاول يتزاوج معاها، وطبعا مش بسيبه من بره القفص كمان. كارلوس وهي الاتنين. استنى يا دادا، استنى دقيقة يا ابني. خلينا اقوم يا باشا. استنى، دول مش قادرين يتفقوا عليا. بلاش شقاوة، احنا هنجرب الاتنين مع كارلوس كمان شوية في مكان التدريب الجديد. كنت لسه بظبط اكل الكلاب دلوقتي، قلت اوريكم وانا بديهم اكلهم. يا ترى كاروم جه؟ يا كارو، كنت بتقوم حلو هناك يا كارو. كارولين، انا بحب البنت دي قوي. البنت دي جميله قوي، كرباشي جميله جدا. سيبت عيالي كمان. فين البنت دي؟ يا عيال ربنا اللي طالعين من الارض، انت فين؟ خواتها راحوا فين؟ هما جوه؟ خواتها فين؟ مقفولين؟ هم دخلوا جوه، كنت بسيبهم بره بس بقالهم ساعتين بيلفوا. دلوقتي دخلوا اوضتهم، واحده بس اللي لسه بره، ودي كمان اكتر واحده بحبها فيهم. تعالي هنا يا بنت. انتي بتعملي ايه يا صغيره؟ انتي قد ايه لطيفه كده. هسميكي ليموزين. مش هي زي الليموزين بالظبط؟ انا هسميها ليموزين يا باشا، الاسم ده لايق عليها. ليموزين يا بنتي. بتعملي ايه يا جميلتي؟ بتعملي ايه يا حبيبتي؟ بتعملي ايه يا روحي؟ يا سلام، انا افديها. وبطنك كمان كبرت. تعالي دلوقتي نظبط لك الاكل، انا سبت بوسات بابا. كلهم بيتمشوا. طلبي منكم قبل كده ما تكسروش بخاطري بالله عليكم. بصوا دول اصحابكم. انا واخد بالي انتوا بتعملوا لايك قليل على الفيديوهات، وانا بزعل منكم، بس عشان تبقوا عارفين انا بحاول انزل فيديوهات على قد ما اقدر ومش بقصر معاكم. طلبي منكم انكم تعملوا لايك على الفيديوهات دي. سيبوا تعليق، ما تقعدوش تفكروا هتكتبوا ايه في التعليقات. اكتبوا اي حرف، اي رقم. اكتبوا A B G 3 5 7 8 10 11 12، يعني اي حاجة. ارموا كده كام تعليق كده وما تبخلوش علينا بدعمكم يا جماعة. يا شباب جعانين ولا ايه؟ يا عم شوف ابن الارجنتين الاصلي. شوف ابن الارجنتين الاصلي يا تايسون بابا. يلا اسيبه يلف شوية، بس ما تروحش عنده خرفان. ماشي؟ انت مش هتروح عند الخرفان يا تايسون. انت مش هتروح عند الخرفان خالص. سيبتك. يلا تعالى. تعالى يا تايسون، تعالى. تعالى يا بطل يا اسد. يا سلام يا ابني، شوف الطول والعرض ده. الله الله. يا ابن الكل بيقول خد عروسه لتايسون، بس شكلهم ناسيين ان تايسون بتاعي عقيم. بينسوا ان تايسون بتاعي عقيم. اسد يا ابني. دلوقتي يا جماعه النهارده عندنا فراخ. الفراخ دي كلها وزنها 70 كيلو. دول طبعا عملوا شغل جامد. انا نزلتهم من 10 دقايق. اللي بره كيلو على قد ما يقدروا. انا اديت بتاع غرفه الولاده. بص كده على اللحمه دي. استنى دقيقه. شايف اللحمه دي؟ بص كده. بص ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. اوه كارولين، انت كل واحده من دول يا بنت، الله يخليكي ليا. خلينا نفصل الاتنين دول نفصلهم لمين؟ ولا كلوا البيت مليان فراخ اصلا. كنت هديهم لجورو نوره، بس انا سلقت له فرخه كامله الصبح. وحشتكم كولاجين تايفون؟ ابعتوا لي رساله. انا بعمل كولاجين كل يوم بس مش بصور فيديو. امبارح اتفرجت على فيديوهاتي القديمه وانا بعمل كولاجين. ساعتها كنت مبسوط جدا. لو عايزين تاني هبدا اعمل كولاجين يا جماعه. تايسون بابا بيلتهم. يلا شوفوا هتهربوا ازاي. دلوقتي نعبي العربيه بتاعتنا يا باشا. اكلت اللي في غرفه الولاده وهنلف على الاقفاص. الاقفاص اللي قدام.
هسيب تشتير شويه، هسيب ابولو شويه. يلا نخليه زي الباقيين عشان عايز اتابعه دايما وهو بره. تايسون بابا اجري، تايسون بابا اجري كده نشوف. استنوا لحظه يا شباب، في لحمه كتير قوي، لسه من شويه كنتوا بتاكلوا، الارض مليانه لحمه. بوسات يا بابا، انت اكلت يا باشا؟ ها؟ استنى كده، خلينا ندي بوسات واحده. خد يا وسيم، خدها بالهنا على ابني. بوسات متواتر جدا. بره دلوقتي في مجموعة كلاب ذكور، تايسون، كرباش، ديدا، بوسات، روكي، كلهم بيتنافسوا مع بعض. خد. بس اللي فرحني جدا ان زينا اول ما جات دخلت على طول في فترة التزاوج. يا رب ان شاء الله المرة دي كلنا نصيب ونجيب جراوي من كارلوس الاب ان شاء الله. يا جماعة سكاي يا بابا، يا ابني هديك كمان شوية، ماشي يا باشا؟ يلا نسيب بيشيتير وابولو كمان يطلعوا. تعالوا كده، تعالوا. يا سودي ما شاء الله عليكم. سكاي يا بابا هديك كمان شوية، انا بحطها على سكاي في الكرتونة يا جماعة. عشان كده يلا اهرب كده. يلا اهرب كده. استنى يا روكي، اياك تتخانق كتير مع تشيتير، خليك عاقل. ميدوسا جوعت يا حبيبي. استنى كده، استنى. انا بقسمها عليهم كلهم بالتساوي. لو لقيت انهم مش كفايه، النهارده جاب 70 كيلو وبرضه ما كفاش. تاني يوم جاب 75 80. ودلوقتي كمان في كلاب جديده جت. في الصيف كنت مقلل الاكل شويه. وعليكم السلام. ودلوقتي زودت الاكل شويه عشان الكلاب الجديده اللي جت، عشان الكلاب في الصيف بتاكل اقل يا جماعه. الحر بيخليهم يفقدوا شهيتهم، عشان كده. مرز بابا، انت بتعمل ايه يا عم؟ جبنا مرز هنا ولازم ندي مرز كمان بالكرتونه. في كرتونه هنا، استنى. يلا نحط لمرز كرتونه كمان. مرز بابا قول لي دلوقتي. استنى كده شوف، استنى نشوف. مرازق خدوه يا باشا. خده وبال، انا وشي في قلبني دلوقتي. يلا نروح ناحيه الاقفاص شيطر. كده الشيطر بتاعتي دايما بتكون في الخلفيه، نفسي تكون قدام، بس اصحابها شويه خناقيين. عشان هي خنائيه. تعال. دلوقتي اللي انا دربتهم دول كلهم متفاهمين مع بعض، بس التانيين شويه مشاغبين. يا فراخ بتعملوا ايه يا جدعان؟ انا لسه ماكيهم من شويه. دول مش بيشبعوا ابدا، زي طواحين كده. دلوقتي انتوا عارفين ايه اولويتي. كونوا عصابه كاني كورسو روتوايلر. هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخلي الباقيين يتفقوا برضه. نطلق الروت وايلر الذكر شويه. بس هنطلع كارلوس. استنى شويه، المره الجايه نطلعه هو. دلوقتي ابولو كمان بره. هيتخانقوا. يا بنتي انت بتعملي ايه يا مارلا؟ يا بنت انا لسه غاسل المكان ده عشان اديكم اكل. تاني عملت حمام هنا. شقيه. اسكو، انت سبحت كويس امبارح. ها؟ اسكو، انت سبحت كويس امبارح يا اسكو. استنى كده. خد كده يا ابني. بالله انا يا ابني. اسيا اهدي كده. الست اسيا كمان مش باينه خالص في الصوره. لازم نخلي اسيا تتعود برضه. اسيا خدي يا بنتي. رميتها ورا، خبيها هناك. رميتها ورا يا جميلتي. بصي يا اسيا، بصي، سيبيك من الهجوم على الناس، روحي هناك. روحي هناك يا بنتي وخديهم معاكي. اسيا بتكون متوتره جدا وهي بتاكل. وهي بتاكل بتكون متوتره بشكل غريب. ماريلا والله يا ملكتي امبارح سبحت كويس قوي. صح يا ملكه. الملكه دي قديمه في اللعبه يعني. خد يا جميل. على فكره لازم تدوا العظم بنسبه مناسبه. دلوقتي في ناس بتقول لي ان عظم الفراخ مضر، ما تطبخوش، اديله ني. خلي بالك. بصوا يا جماعه، دلوقتي الجزء اللي بنستخدمه من الفرخه هو ده، اسمه غضروف الصدر. بص انا مش جامد، شايف؟ بص انا بضغط عليه بايدي ولين، شايف؟ دلوقتي عظمة الفخذ الخطيرة دي حادة وواقفة، الكلب بيعمل ايه؟ بيكسرها من النص مرة واحدة. لما بياكلها بتغرز في امعائه او معدته. انا عمري ما بديها له، وانتوا كمان ما تدوش. الحمد لله، مع دي ما واجهناش مشكلة لحد دلوقتي.
بس لو اديته كتير هيسبب له امساك. عشان كده دلوقتي انا عندي خبرة سنين في الموضوع ده. لازم ادي كل حيوان قد ايه. لازم اعمل ايه؟ ايدي بقت زي الميزان. عشان كده حفظتهم ومش بواجه اي مشكلة بسبب كده. بنت، انت بتعملي ايه يا داجا؟ كايا، كوجو، يا حبيبتي انت بتعملي ايه؟ لسه ما تعودتيش على بابا؟ تعالي. خدي يا داجا. خدي يا داجا، تعالي يا داجا، تعالي يا داجا. بصي أليكس كمان نفس الحكاية. أليكس ساعات بيهرب كده برضو، خلي بالكوا نفس الحكاية. شخصيته شبه أليكس قوي. داجا دوجو، خدي يا بنتي. خدي يا. عارفين دول ايه؟ استنى يا كارلوس. انا شايف انه عنده صدمة من الماضي وخايف. يعني مفيش تفسير تاني للموضوع ده. كارلوس اهدى، خد يا ابني دي. كارلوس بابا اتجنن. عنده صدمة من الماضي، ونفس الكلام عند أليكس بتاعنا من الصوت العالي. بيخافوا من الحركة المفاجئة. هو بيعمل كده وأليكس بيعمل كده وحتى تايسون اللي لسه جاي بيعمل كده. ده بسبب كده. بص يا ديدا، يا بوسات، يا كارلوس، يا فحل ايطالي، انت بتعمل ايه؟ يا كارلوس ما تجننش، خد اهو استنى. كارلوس وبوساتي يقدروا يخلصوا الموضوع ده بسهولة، بس استنى اهدى شوية. يا كارلوس بابا، دماغي وجعتني. هيه يا ابني، ايه اللي بيحصل ده؟ الله 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 الله. خلاص خلاص. هي يلا بينا. لا لا يا بوسات، اختفي. ليه بتردوا؟ لو شجع الشتير هيهجم على حد. تعالى هنا. خلاص ما تعملوش شقاوة، لازم نمشي من هنا بسرعة. اودين، بيلا. اودين كمان اتوافق مع بيلا، مفيش مشكلة، بس وقت الاكل بيهجم. دلوقتي هنديها لاودين جوه. خد يا سوسلي. وقت الاكل بيهجم. اودين باشا، خد يا سيدي هناك. انا هادي الاودين هناك والبيلا هنا عشان ما يتخانقوش يا جماعة. خد يا ابني. خد ودي بالهنا على سودي. شفا ان شاء الله. اعرفوا قيمة ابوكم. ابوكم مفيش حد هيهتم بيكم زي ابوكم، عارفة يا بنتي؟ خد يا بنتي. رميناه فوق السطح برفو يا تشيتر. شيتر هجم على كرباش. تشيتر، انت داخله في شيعة يا بنتي ولا ايه؟ دورة. دورة بتاعتي بتعمل ايه؟ بنتي الجميلة بتعمل ايه؟ خدي يا حبيبتي بالهنا والشفا لبنتي. تايسون يا بابا، اطلعك انت كمان. تايسون كمان في ايده كور كتير برا. عايز اجرب حاجة، اعملوا لايك جامد على الفيديو ده. عايزين نوصل ل 6000 لايك. اجرب تايسون مع الدكور التانيين دول. حسيبه. بوصات وابولو والباقيين بره. خد يا ابني. خد يا ابني تشيتر، خد يا بنتي. خد بالهنا والشفا لبنتي. استنى بص على تشتر متحفز لتايسون. اهدى يا ابني، ما تتخانقوش، خليكم محترمين. راينا كمان تخنت جامد من كتر الاكل، عشان كده هي كده. دللت الوجبات شويه يا جماعه. عارفين لما تشوفوا الكلاب المعقمه في الشارع بتكون منتفخه كده؟ رينا كمان معقمه ونفخت زيهم بالظبط. اسيل، لسه مفيش اي علامات يا بنتي؟ يلا احنا مستنيين الجراوي. ها يا بنتي اسيل، برضو لسه مفيش علامه واضحه يا باشا. خد. الكلب بعد ما تتزاوج بتبدا تظهر عليها العلامات بعد شهر. مش فاكر بالظبط، بقالها كام يوم دلوقتي. بعد شهر بتبدا تظهر عليها العلامات يا بنتي. خدي شوفي، خدي كله يا جماعه. شوف العيال الصغيرين دول. استنى خد يا تشايتر. خد يا تشايتر، انت عارف طعم الاكل كويس، بتاكل اللحمه كلها. خد يا تشايتر، انت استقلت ده. خد يا تشايتر بالهنا على بنتي. بس دلوقتي احنا هنطلع كارلوس ازاي؟ هو فجأة دول كانوا سايبينه، نسيت ده. اخراج كارلوس هيجيب لنا شوية مشاكل. خد ماريا بالهنا على بنتي. خد. لسه عندنا صندوق تاني فراخ قدام الباب. هو لسه في حد هنديله؟ هاي استنى. شوفت تشيتير شوية.
بتحب تتخانق؟ خد يا تشيتير. استنى يا روكي، تعال يا روكي. الشيتير شويه بيحب يتخانق. لازم نحمي تشيتير. يلا نرمي دي تاني على اسيل بس بالراحه. دلوقتي العربيه دي تفضل هناك. يلا بينا يا اخويا، اغسل ايديا بشويه ميه. احنا فعلا هنطلع كارلوس ازاي؟ بص يا اخويا، واحنا بنطلع كارلوس اكيد 100% هيحصل خناقه. ودلوقتي ابولو كمان بره هيهجموا عليه على طول. عارفين نعمل ايه؟ نجيب زينا. يعني نسيت هذه لحظه جت في غفلتي. اكيد هيتخانقوا مع بعض. كارلوس بابا، ما شاء الله عليك يا ابني. دلوقتي يا اخي هنطلع زينه، وزينه كمان جامده. هي هتتخانق مع تشيتر ولا حد تاني؟ دلوقتي في الجنينه الفريق 10/10 كلهم جامدين قوي عارف. يا زينه انت بتعملي ايه يا جميله؟ ايوه يا بنت الجميله. كنت هجيب لك كارلوس. لا ما ينفعش كده. زينه بتنط من القفص ده. ايوه يا جماعه، احنا فعلا عندنا مشكله كبيره عارفين كده. يعني زينه هتنط من هناك. زينه هتنط من هناك يا باشا. اوه، نعمل ايه طيب؟ استنى خلينا نجيب زينه تاني كده ونشوف. هنقف جنبها هناك، استنى. بس يا رب زينه ما تتخانقش مع تشتر. فين زينه يا عم اللي عندنا دايما؟ كلاب شديده. عشانهم كلاب شديده فهم شويه بتوع خناقات. وبرضه عشان ما يتخانقوش لازم ناخد بالنا منهم. شايف ده دخل على طول جنب زينه. دلوقتي لو في كلاب ذكور تانية جم في احتمال كبير يتخانقوا مع زينه. زينه شوف على طول وقفت لابولو على طول. شايف ده؟ ايه ده يا ابني؟ ده النهارده في الفورمه. انتوا بتزعلوا من ديدو؟ دلوقتي ده طول الوقت في الجنينه. ده صح كده. عشان هو كلب ذكر بيقول انا باشا المكان ده وانا الملك هنا. استنى، شفت حتى قدام روكي بيبدا يدافع عن نفسه على طول. تعال يا زينه. زينه ما شاء الله عليها بنت اصيله قوي. يا رب احميها من العين. كارو، تعالي يا كارو يا جميله تعالي. كان هيبقى كويس لو قدرنا نطلع كارلوس. والله فعلا. بس والله هيتخانقوا 100% يا باشا ومش هنقدر نمنعهم. هيحصل خناقه جماعيه المره دي. عشان كده احنا نتحرك بهدوء. نقف جنب زينه وكارلوس ونراقبهم عشان ما يهربش. عشان هو مش بيقعد في الاقفاص دي، على طول بينط. يا جماعه عندنا مشكله زي دي. كارلوس بابا، ابني بيعمل ايه؟ اسدي بيعمل ايه؟ ها كارلوس، كلت اكلك؟ لا ما كلتش. دلوقتي في اكل. يا رب ما تتخانقش مع زينه. استنى اشوف. يا ديدا لا. استنى يا ابني. دلوقتي انا هروح اجيب زينه وهدخل بيها عند كارلوس. تعالي يا زينه. تعالي يا زينه. تعالي يا بنتي. حاضر دقيقه واحده. المهم ما يتخانقوش وهم بياكلوا. زينه كمان بتاكل اكل كارلوس. لسه ما اديناش الاكل للناحيه دي. ماشي، على الاقل دلوقتي هتنشغل بالاكل. مفيش حاجه نقدر نعملها. كارلوس بابا، فين يا ابني الاسد بتاعي؟ فين يا ابني النمر بتاعي؟ ان شاء الله لو قدرنا نخلي الاتنين دول يتزاوجوا يا جماعه، لو ربنا كتب لنا هناخد جراء جامدين جدا. الاتنين بلو، يعني هيجيبوا لنا جراء كلهم بلو. وكارلوس الاب جودته مش محتاجه كلام. ده ابن بشجره نسب وجودته عاليه جدا. يعني في تركيا مفيش زيه يا باشا، انا ما شفتش. مفيش، جودته عاليه جدا. عالي جدا، ضخم كده. يعني زي كلب الراعي الاناضولي كده بالظبط. ما شاء الله على ابني. بس دلوقتي ده مش هيبقى هنا. في اكل يعني. ثانيه واحده يا زينه، ابعدي شويه كده. يا زينه لو بتاكلي اكل كارلوس كده ما ينفعش يعني. كارلوس، بس كارلوس كمان اهو. غريزه التزاوج مش قويه عنده يا باشا. لو كان هيكتور مكانه ما كانش هيعمل كده. بس كارلوس لسه زي العيل الصغير. يا ابني انت ليه مش بتكبر يا عم؟ يا ابني انت ليه مش بتكبر يا حبيبي؟ زينه بتكشر لك كارلوس بس. يا ساتر. ماشي، احنا كمان شويه هنساعد كارلوس تاني. خلي زينه تاكل هنا وتشبع. خلينا نستناه دلوقتي، يسيبوهم يتسلوا شويه.
تعالوا نعمل كده يا اليكس. ايه منظر القفص ده يا حبيبي؟ هو انا ما غسلتش المكان ده دلوقتي ولا ايه؟ لو تايسون يا بابا اكل اكله نطلع تايسون شويه. في كلب هنا يقدر يتخانق مع تايسون؟ يا تايسون ليه لسه ما اكلتش اكلك يا ابني؟ ها يا باشا، ليه ما اكلتش اكلك يا حبيبي؟ دلوقتي طلع تايسون. على العموم قلت الانثى بس تشيتر بره يعني. تعالى هنا يا تايسون. تعالى يا تايسون. استنى دقيقة يا ابني، شايف؟ احنا انا وتايسون بقينا اصحاب دلوقتي. تعالى يا تايسون. انا وتايسون بقينا اصحاب دلوقتي. انا وتايسوني مش بنزعل بعض. ده زي الماكينة فعلا، ماكينة. تعالى يا ابني. تعالى يا ابني. تعالى يا باشا. خلينا نجرب مع بوسات كمان. استنى يا روكي. يا روكي انت مجنون يا ابني. ده فعلا قلبه جامد. استنى شوية ابوله وبوسات جايين، خلي بالك. لا لا. استنى. ابوله وبوسات خطر جدا يا باشا. هو حذر جدا. بصي زينا نطت، شايف؟ يا بنتي يا زينا انت فعلا وجع دماغ. دي مش بتقف هنا يا باشا، لو كانت بتقف كنت هجيبها هنا، بس هي بتقعد تنط من الاقفاص. دي كلبه نشيطه وسريعه جدا زينا. تعالي يا بنتي. يا عم ديده لو النازلي ده مسكها لوحده شوف هيعمل ايه. هيجيب لنا احفاد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. زينه ما تسيبنيش يا جميله. تعالي هنا كده. تعالى هنا يا تايسون بابا. عمري ما اسمع لهم يتخانقوا، هحميهم يا باشا. الحيطه احسن. تعالى هنا جنب ابوله. اياك يا ابني. اياك يا ابني. اياك يا ابني. استنى. استنى اشوف بوسات وتشيتير جايين كمان. بس يا ريت تشيتير وزينا ما يتخانقوش. بص تايسون على طول، شفت؟ بدأ يشم زينا. تايسون تعالى. استنى يا ابني، لما يكون في ناس كتير مع بعض بيتخانقوا يا باشا. ما ينفعش الانثى تكون في النص، بوسات لا. استنى. انت عارف ان قيادة قطيع الكلاب ده مش سهلة خالص. الخراف والماعز والكلام ده كله حكاية فاضية يعني. ليه؟ عشان دول في هجمة واحدة ممكن يأذوا بعضهم كلهم مرة واحدة. عشان كده لازم تراقبهم كلهم. دلوقتي الأنثى هي أكبر مشكلة. راحت فين زينا؟ أنا كنت هطلع كارلوس بس دول عملوا لي مشكلة كبيرة. يا ريتنا ما سيبنا قبوله يا باشا. زينة ليه بعدتي عنه؟ ها يا زينة. تعالي هنا يا جماعة، خلونا ناخد زينا لمنطقة التدريب. خلينا كمان نختبر إذا كانت هتهرب من هناك ولا لا. لو هربت مش هعمل أي حاجة خالص. سموها زي ما تحبوا، مش هسيبها هناك عشان زينة بتنط من أي مكان. زي دادا بالظبط. عارف السلك اللي في الجنينة اللي عليه شوك من فوق؟ دادا بينط من هنا، عارف كده؟ وزينة كمان نفس الحكاية، سريعة وتتحرك بسرعة. طيب هنعمل إيه ساعتها؟ هندخل زينة في قفص كارلوس. هنمشي بالطريقة دي عشان المكان هناك متغطي وفي أمان. الناحية دي فيها شوية مشاكل يا جماعة، بس غالبا هو هينط من هناك. تعال نرجع زينة للقفص تاني. بص يا دادا بره تاني. لا يا دادا. دادا ايه ده شوية. دادا الواد قليل الأدب مستني الفرصة دلوقتي. دادا تعالى هنا. كرباش دخل في الموضوع كمان. يلا ربنا يسهل. تعالى يا ابني تعالى. تعالى. تعالى نشوف. لازم ما نسيبش زينا سايبة، لازم نحطها في القفص فورا. كارلوس قلت هجيب ده هنا. تعالى يا زينة. تعالى يا بنتي، تعالى يا بنتي. فين يا حبيبتي؟ فين يا بنوتي السكر؟ لا يا تشيتر، خليك عاقل. استنى دقيقة يا أخي. تعال تشيتر، لا بلاش. يا عم ليموزين، انت كمان اتعودت على القطيع ها؟ ليموزين شقي. خلينا نركن زينة هنا تاني يا باشا. انا شوية قلقان من تشايتر، لو زينة عملت حركة مع تشايتر هيمط عليها على طول. تعالي يا بنتي ادخلي يا حبيبتي. بص في مشكلة حصلت في القفص ده كمان. بص المكان اللي عند الباب ده كسروه، عارفين كده؟ مش عارف مين اللي كسر ده بس كسر اللحام بتاعه. كسروا المكان ده، لازم الحمه تاني. تعالى دلوقتي يا اخي، احنا هناخد بوسات الاول. تعالى يا بوسات، تعالى يا بوسات، تعالى يا بوسات. تعالى يا ابني، تعالى. انا بقول لمين وهو حتى مش مهتم بيا خالص. والله مش مهتم بيا خالص يا اخي. هنعمل ايه؟
لازم اشيل ده، عندي شغل كتير. تعال هنا، انا هاخد كارلوس. حاجة عمر، هتدخلوا بينهم ان شاء الله ما يحصلش مشاكل، بس انا رأيي كده 100%. كارلوس شكله مش هيعرف يتزوج معاها تاني. كارلوس مش مخصي، بس بيتصرف زي كلب المخصي، ده بيضايقني شوية. كارلوس استنى يا ابني، بالله عليك ما تتعبنيش بره. اكيد بتقول الكلام ده لمين؟ كارلوس هيفهم الكلام، كمان جبت عصاية لنفسي. لو الكلاب جربت عشان اطردهم، تعالوا يا جماعة. تمام، لا ما تتورطوش، خلينا نشوف. استنى دقيقة يا ابني، استنى دقيقة يا ابني. كارلوس بابا ما حدش قادر عليه اصلا، انتوا عارفين كده. تمام، تعالى تعالى يا ابني، تعالى تعالى يا كارلوس. ابولو كمان بيتفرج علينا من ورا، لو اتجمعوا حواليه هيبقى فيه مشكلة كبيرة، عارف. تعالى يا ابني. كل ما اخرج كارلوس يتمشى بحس اني هموت، تقيل زي الثور والله. يا سودي اهدوا كده، ما شاء الله عليكم. كارلوس النهارده هشوف كده، هجرب لو ما كسرش القفص هسيبه هناك مع زينا، بس خلي بالك من كرباش. كرباش اياك يا ابني، اياك يا ابني. لا قلت لا، ما تتدخلش. تعالى يا كارلوس، مش وراي ما صح؟ استنى، بوسات هنا. هي كان في شوية خناقة بسيطة بينهم، دخلت فورا بينهم يا جماعة. بوسات جه على طول علشان يهجم. اوعى يا ابني. بوسات جه ياخده على طول، كارلوس مسكه، سحبت على طول وبوسات انسحب بعدين. كرباش كمان حاول يدخل، الحمد لله اني كنت ماسك العصاية في ايدي. استنى، الحمد لله مفيش اصابة ولا حاجة. استنى، تمام كلهم مشوا بعيد. دلوقتي يا اخويا، يا عم انا بقيت الهس من التعب، البنز زينا. استنى، ما تعمليش حاجه لكارلوس. استني يا بنتي، استني يا زينا. كارلوس عدي. ايه على طول لكارلوس. طيب زينة كمان داخلي على كارلوس. يا بنتي انت لسه رايحه افصه من شويه وهو استضافك، ده حتى خلاكي تاكلي من اكله. انت ليه بتعملي قله اداب؟ اهدى. زينة شرسة جدا وبنت قوية جدا. خليها تقضي شوية وقت مع كارلوس، غالبا هتتعود عليه. دلوقتي هتتابعهم شوية كده كام ساعة. أنا مش واثق في كارلوس قوي. لو بتسألني في إيه، هو قوي جدا بجسم الكبير، مش عارف هيهد المكان ده ولا لا. خلي كلبي ذكر تاني يقرب منه، هشوف لما يقرب منه هيعمل إيه، وهنجرب ونشوف. بس طبعا أولوياتنا إنه يتعود على زينة. تعالى يا باشا. يا بنتي خليكي عاقلة، ماشي يا زينة؟ يا أخي هو رايح يهجم على طول، بص كده. بصي ما تخليش كارلوس يتجنن، في الآخر هتاكلي علقة يا بنتي، خليكي عاقلة، هي بتحاول تقضي كارلوس. هي متدلعة قوي، خلي بالك يا زينة. كارلوس ممكن يفقد أعصابه. بعد كده أنا ماليش دعوة، صور نورة. بص كده نورة كمان حاطة إيدها عليا. يا بنت الإيه يا نورة؟ ما ينفعش يا بنتي، استني. نورة زي العيلة الصغيرة بالظبط، بصي على تصرفاتها وحركاتها، طفلة على الآخر. برافو عليكي يا بنتي، ما شاء الله عليكي. كارلوس بابا كأنه مفيش شغل تاني برضو يا جماعة. هنستنى إن شاء الله يحصل، لو لقينا برضو مفيش هنعمل تلقيح صناعي. مش بإيدينا نعمل حاجة تانية يا أخي. دلوقتي يلا نسيبهم في حالهم شوية، خلي الكلاب التانية تبعد شوية. يلا يا ديدا. يا ديدا الشقي، انت اتدلعتوا قوي النهارده. النهارده كمان ليكم. قلت اعمل فيديو عن حالة كارلوس وزينة، ان شاء الله زي ما قلتوا زي ما احنا عايزين يا صحابي. ربنا يرزقنا بالجراوي ونفرح بيهم ان شاء الله. كارلوس هيصعبها علينا شوية، بس مفيش حاجة في ايدينا، ربنا كبير والامل في ربنا دايما موجود. يلا انا بحبكم جدا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. خليكم كويسين، مع السلامة. خليكم بخير يا اصدقائي.